رسالتي لكل لاعب ببجي من الآخر كلام كبير من قلبي لك. أنت تعلمت كيف تلوت وكيف تذبح وكيف تفوز، مريت بمراحل كثيرة فهمت فيها اللعبة، بديت منها نوب، بعدها تعلمت بنفسك ولا تابعت شروحات باليوتيوب، واليوم ما شاء الله تبيك وحركات ودوج وهيب فاير ما عرفتك يا وحش. سؤال، هل وصلت أو تحس إنك محترف؟ صدقني إذا تسوي الأشياء اللي بقولها لك بعد شوي فأنت بوادي والاحتراف بوادي. شوف نفسك أنت تنزل مكان بعيد ولا مكان فيه زحمة، ركز زين باللي بقول لك. عزيزي اللاعب، قبل تنزل كلاسيك أبيك تحلل المستودع ومكان التدريب، درب نفسك على القتال القريب، ضبط حساسيتك. ترى اللعبة لها 4 قواعد أساسية هي تحكم على احترافك. أولا البنج، ثانيا جهاز قوي وحديث، ثالثا حساسية السكوبات والجيرسكوب. لا تقول لي ما ألعب جيرسكوب، لازم تتعلم يا حبيبي. روح اليوتيوب اكتب شرح جيرسكوب، فيه مئات المقاطع شروحات قدر تعبهم يا أخي. صدقني هذه لو تضبطها بدون أول قاعدة وثاني قاعدة بتصير بطل لين تضبط وضعك بالبنج والجهاز. رابعا هو التكتيك والتحرك، وله 3 أقسام، قريب متوسط وبعيد، ولكل مسافة مهارة معينة. المهم بعد ما تتدرب يا وحش وتتعلم من لعب الناس ابدأ انزل كلاسيك، استعرض، صور، نزل، هايط بلقطاتك، اصنع يومك يا أخي. في شيء انت بتسويه، لا تعض الكفر. إذا حد قال لك كمبوري بعد ما تذبحه أو يذبحك، ترى يا أخي صدق إهانة. إذا أحد بش عليك يا أخي خوفه، لا تخاف منه، دمجه على الأقل يا رجل، ما نبيك تذبحه. يا أخي اللي كمبرون وربي أنت اللي حلال يجي لك هاك يفعل له رادار يفضي مخزن بكيزي بخوفتك. يا أخي تخيل تخلص فايت ذابح ولا مذبوح، حلو، يقولون انك هاك يعني كذا من قوتك، ولا يقولون كان بيشيلنا والله. يا اخي اقل الظن يقولوا لعيب. يا اخي هالشيء يعزز ثقتك بنفسك كلاعب، والجيم اللي بعده بتاكلهم اكل. لا تنزل تكمبر، خلاص تعبنا يا ولد عشان تقييم. التقييم بيضيع مهارتك يا ذكي، حتى لو انك لاعب قديم. صدقني الغازي خلق للي يبش